هاي وهيك فوق هيك. أو اغسلك ما شاء الله. اكيد يلا اعطينا رايك. شو ماكل حارة؟ من زمان عود انا طفيتها. شنو وراك هذا؟ عنب لعد ماكو. أحب السلق هذا. ونقول يا بسم الله. السلام عليكم بنات، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وانتو تشاهدون فيديو اليوم. افضل ما نبلش بيه يومنا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يذكروا محمد يا بنات، صلوا على محمد إشقد ما تقدرون بهذا اليوم أو بأي يوم تبلشون به، صباحكم نهاركم يومكم كله، عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هي يا بنات تشرح صدوركم وأكيد تقضي حوائجكم إذا تصلون بكثرة. هنا أنا بلشت وياكم بفقرة العشاء. اي ليش العشاء؟ ماكو فقرة الغداء ولا اكو ريوق. هنا أنا اشتهيت هاني دولمة وكان عندي ورق عنب كلش قليل مو هواية، فقلت خلي اسوي دولمة واشاركها للحبايب. وبنات اني ما عندي طريقة مخصصة للدولمة. الدولمة شنو عجبني اضيف لها يعني مرات احب اضيف لها بوتيتة، اضيف لها الشعرية، مرات ما احب اخليها بس البقدونس البصل والطماطة والثوم، يعني حسب مزاجي شنو اللي يعجبني اضيفه اني اضيفه. فهنا ثرمت البصل ناعم وثرمت البوتيتة راس واحد كلش ناعم. من بعدها اخلي نص يعني هذا الراس الكبير مالت الثوم شايفين، اخلي منه نص يعني على مود تنطيني نكهة كلش طيبة. واني هواي ذكرت لكم اني احب اخلي الثوم على باقي الاكلات وخاصة بالدولمة ضروري الثوم، بدون ثوم ما تكمل طبختنا. هسه تقولون حرام طيب شنو السالفة؟ هذا الثوم هالقد يعني تحبينه؟ لا بنات انا ما احب اكله. يعني هسه اكو بطر شي مخلل الثوم واكو هسه ياكلونه هالشكل يعني هو وفريش. انا ما اكله بالمرق ما اكله، بس انا احب يعني اخلي نكهته بالباقي الاكلات، يعني احب النكهة مالته، بس انه هو شخصيا اكله لا بنات ما اقدر. مرات بالمرق يعني ما يبين ترى طعمه، بس اني نفسي ما تتقبله. فشنو اني قلت لكم احب اخلي يعني الثوم احب نكهته بالاكل، يعني ينطيني نكهة كلش طيبة، فلذلك اني اضيفه على باقي اكلاتي اللي اسويها. مرات حتى الحميسة اللي اسويها الهاي حمسة الكبدة الفول مدمس، بعد هواية اكو حميسات اني اسويهن حميسات. تمام بنات، اضيف لهن الثوم واهرسه كلش زين واضيفه على طبختي فينطيني طعم كلش طيب. جربوا بنات الثوم بباقي اكلاتكم ترى طعمه طيب بالحمص. وانتو بنات من تسوون الدولمة شنو تضيفوا لها؟ مثلا تضيفوا لها بكثرة طماطة او البصل تكثرون. اني قلت لكم بنات شنو اللي يعجبني اني اخليها، مرات ما احب، فلذلك يعني ورا مزاجي. كافي ممنوع بعد ما اطي. لا بعد لا بعد لا لا كلتي لا كافي يلا قوم. ما حد يشوفك. وعيد صور ما تجينا صور
يعني بنات اتهم هالشكل. إذا قعدتوا وطبختوا لكم في الطبخة لازم الأطفال يشاركونكم بهاي الطبخة. مثل ما شفتوا أنا بناتي يعني يمكن أول مرة راح تعرفون عنهم هاي الشغلة. كلش يحب إنه الطماطة النية، وأني سامعة إنه الطماطة النية هي تسبب يعني أمراض مثل إنه الرمل، وبعد ما أعرف والله شفت إنه هواية يقولون تسبب رمل، وهو أهم شي أنا أخاف من عليهن اسم الله يعني من المرض، فأمنعهن من إنه ياكلنها بكثرة. فلذلك مثل ما شفتوا يحبن ياكلنها، وإذا شافنها بإيدي أنا أترمها أو قاعدة أجهز لهم عشاء وإذا كان هو طماطة يجن ياخذنها بدون علمي فأني يعني يعرفون ما أقبل، بس هيجي قاعدة يبغوا علي بنظرات تحرجني والله العظيم. فأنطر أخليهن ياكلن القليل. مرات هاي بنتي تروح تاخذ بدون علمي 1 2 تاكل هيك على السرعة وتروح تغسل وتقعد، في سبيل عد أنا ما أحكي، وأنا والله أمنحن في سبيل إنه لا يصير بيهن شي بسبب هاي الأكلة. ومثل ما شفتن يا بنات ثرمت الشحم ناعم، مو ناعم والله كلش، بس مثل ما انتن شفتن شلون اني قطعته، لان هو يذوب الشحم او اللية تذوب، واني خليت هالقد كمية لان ما كان عندي هواية لحم. ونفس ما قلت لكم كنت اني مشتهية هالدولمة، فقلت اسويها وانطي منها يعني عيالي وياي، مو يعني عيالي قاعدين وياي، فاحنا كلنا ببيت واحد. هسه البنات يقولون ها بيتها وقاعدين عيالها وياها، لا بنات بس يعني اذا طبخنا طبخة قليلة لازم نطلع منها حتى لو هيك شوية شوية، شنو على مود انا احس بطعمها طيب، واحس انه حتى لو هي قليلة المفروض مو يعني اجباري، بس بالنسبة الي المفروض انطيهم حتى يشاركوني هاي الأكلة، وعليهم بالعافية يا ربي. أنا عندي التمن الهندي منقعته ما شاء الله، يعني لازم يشاركوني. وشنو يعني ما شاء الله بنتي اليوم حيل مريضة بنات، وأني إذا يعني تلاحظون من صوتي همين بداية حساسية بصدري، وأني إذا بدت الحساسية بصدري انتهي أخذ لي تقريب اللي نص شهر يلا أتشافى، لأن صوتي يروح ينتهي. فإن شاء الله أتلاحق نفسي بالعلاج وبناتي همين، وإن شاء الله الشفاء العاجل إلنا وإلكم يا ربي. مثل ما شفتوا ضفت الشعرية، ستحجون تقولون ليش تحبين أو ليش تخلين شعرية بنات، عجبني أخليها تمام. إذا ما تحبون تضيفوها هاي بعد انتو تبقى بكيفكم. والبهارات شنو عندك تضيفي لها يعني كمية مو كثرين على مود باقي الحشوة تنطي طعم أكثر من البهارات. فأني شنو عندي حبيت أضيف، فعندي يعني حرورة، عندي يعني مثل قصدي مو البابريكا، الفلفل الحار المطحون، بس ما ضفته لأن قلت لكم وياي عيالي، فمن أنطيهم أحسب حسابهم إنه هم ما يحبون الحار، لذلك الخاطرهم أني ما أخلي. ومثل ما شفتن عندي ملح الليمون أو اللامندوزي خليت نص خاشوقة أكل، وعندي ليمون فريش خليت نص ليمونة عصرتها على مود الحموضة عندي تصير هيك معتدلة مو قوية ولا انه قليلة، فهيك عادية طعمها، لان انا مو كلش احب الدولمة الحامضة بنات. اذا دولمة حامضة ما تشبعني راح امل منها واعوفها بسرعة، بس اذا زينة الحموضة بيها لا اتقبلها واكل لحد ما اني اشبع. انتو بنات تحبون الحموضة بالدولمة؟ سمعت اكو بنات يخلون، او مو سمعت شفت انه اكو اغلبية يخلون دبس التمر للدولمة. بالله انطوني رأيكم بنات، طيبة ولا؟ وهنا كان يعني وقت ظهرية وزوجي قاعد بالغرفة قال لي ما تجين عوف الدولمة وتعاي. يعني فعلا بنات يوم بيوم
فهذا اليوم المفروض أنا أستغله، بس هو شنو تطلع يعني سوالف البيت، مرات الطلبات أقعد أجهزها، فلذلك يعني ما أقعد وياه بكثرة. فاستغليت الهدوء، كل من قاعد بغرفته، وحضرت أغراضي كلهن وقعدت وين بالصالة أو الهول، وقعدت براحتي أنا أصور لكم، وقاعدة أجهز الدولمة على راحتي، بالرغم إنه كميتها قليلة بس أخذت مني تجهيز 1.5 ساعة. ليش؟ لأن على كيفي وعلى على برودة قلبي قاعدة أجهزها وأشارككم يعني لقطة من هيجي لحظات حلوة. وانتن بنات من تسوون الدولمة تحبون تخلون حشوة مو حشوة، أو تحبون تخلون البصل، يعني مثل ما هسه أني أحب آكل البصل، بس المشكلة وأريدكم تحلولي هاي المشكلة. يلا تعالوا علقولي بنات، ليش البصل عندي يصير يابس؟ يعني مو يابس بس بنات ما يموع بحلقي مثلا من آكله، رغم أني هسه مفورته وأخذ وقت تقريبا 10 دقايق يفور. من بعدها اجيت وحشيته حشوة الدولمة، ومن اهدره يعني تعرفون ياخذ له ساعة تهدير. فما اعرف ليش يعني البصلاية من آكلها يعني قوية شوية، مو مثلا تموع، ومثل ما أشوفها البعض من ياكلونها يعني على الفيديوهات اللي تنزل تيك توك يوتيوب، المهم من ياكلوها أحس هيك تذوب بحلقهم. أني مجربة هاي الطريقتين بدون ما أفورها ومن أفورها، يعني بالحالتين هي قوية عندي. فأريد تعلقولي يا ريت إذا أنتو تسوونها بطريقة غير الطرق اللي أنا أسويها وتجي بيدكم أو تجي بطبختكم ناعمة وتذوب بحلقكم ذوبان هيك، يعني كلش حابتها هالشكل، لأن زوجي يحبها زوجي تحبها، بس ما أعرف قوية تجي عندنا من نطبخها. فأنا شاركتكم وقلت لكم إنه بالحالتين إذا أفور البصل أو بدون ما أفوره هو يجي يعني قوي شوية، فأنا أحبه إنه يذوب. انطوني آراءكم، أو شنو أنتو شنو الطبخة شلون تسوونها، طبخة البصل يعني مثل ما هسه أنا جاي أسويها، شنو الطريقة اللي تسووها اكتبوها إلي، وإن شاء الله أعتمدها أني وأنطيكم رأيي إذا ضبطت وياي أو لا. هنا بناتي لازم يشاركن ويلعبن، وين يرحن فوياي يلا. وهذا الفيديو مخصص للبنات اللي علقن وقالوا لي طولينا الفيديو، أريد الفيديو أو الفيديوهات طويلة، ليش دائما فيديوهاتك قصيرة مدتهن؟ هالمرة طولته وأحس إنه كلش هواي المدة مالته، بس لعيونكم والخاطركم أني خليت المدة مالته طويلة أكثر من المعتاد، يعني قلت على مود البنات استمتعن، وهمين أشاركهم يعني التفاصيل الصغيرة والكبيرة بالدولمة بالتنظيف. يعني هنا أنا حبيت أشوفكم كل شيء. فحبايبي عندي همين الورق العنب هم هالشكل من أطبخه، تجي عندي الورق العنب يجي هم قوي بنات، يعني مو بسهولة إنه نقدر ناكلها. تخيلوا بنات أنا البارحة من قعدت وأكلتها عفتها الدولمة، قمت انه افتحها بنات قامن يفتحنها ما اعرف ليش، بالرغم ساعة كاملة او ساعة وشوية هي على النار انطبخت زين تهدرت زين، بس الورق قوي بنات، يعني من اكله ما مرتاحة انا، مو مثل السلق. يعني هسه راح تشوفون زوجي من يقلب الدولمة شنو التعليق مالته على ورق العنب، فلأن مو طيب، هو مو انه طعمه بنات، لا هو لأن قوي كلش قوي، يعني مو براحتك انتي تاكلينها ومستمتعة بيها مثل السلق. ورق السلق يعني لا مثال عليه. المهم لازم احنا نجيب العيد بهذا الفيديو. بس همين انتو بنات هم هالشكل تطبخونها، بالرغم هذا الورق العنب بنات صار لعدنا اكثر من سنة احنا مجمدينه، ترى مو بهاي الكمية، لا كان عندنا كمية منه خير من الله. يعني تقريبا طبخنا الدولمة العائلية تقريبا 4 أو 5 مرات، فتخيلوا كميته شقد كانت. وقلت لكم كان عندنا مجمدينه، هذا صار له سنة أو سنة ونص
بس ما فات ونفس الطريقة ونفس القوام. كيكة بدون بيض، وهذا اللي جاي تشوفونه الأبيض آخر شي أضيف البيكنج باودر. تحبون أشارككم طريقة الكيكة بدون بيض أو لا؟ إذا حبيتوا إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الثاني. هنا قوام الكيكة صار خفيف. ليش؟ لأن أنا أحب الكيكة تكون هيجي هشة هشة. إذا أريدها هشة قوامها أخليه خفيف وأصب الكيكة. يلا للفرن. اوي ومثل ما شفتوا الكيكة بنات هاي بدون بيض شلون منفشة وشلون مستوية من جوا ومن فوق تخبل، بس يعني شوية أخذت استواء زايد من جوا. فهسه انتو راح تشوفوها طعمها يخبل بنات. هاي الكيكة للي ما يحبون البيض، ما يحبون نكهة البيض، اللي ما يحبون مثلا أحيانا تصير زفرة قليلة بالكيكة بسبب البيض، رغم انه اذا نخلي فانيلا او نخلي الخل الابيض ما راح تنطينا زفرة نهائيا. بس يعني طريقتين، اذا ما احب اخلي بيض او احب اخلي البيض منا ومنا احب اطبخها. هنا راح تشوفونها لونها اسمر، تعرفون طحين الحصة. استوت الدولمة. استوت الدولمة. يلا قلبها. وهيج فوق. نص خبزة لأن ما حد ياكل الخبز بس أني. وأنت؟ ما أحبه. أقف فوقه؟ أو هو أنا أتوقع احترق لأن نسيته. ما شاء الله. أكيد. يلا اعطينا رأيك. شو ماكل حارة؟ من زمان عودها من طفيتها. شنو وراك هذا؟ عنب. لعد ماكو. أحب السلق أنا. صباح الخير بنات، تعالوا ننظف الغرفة وانتو وياي. قبل كل شي لازم نلبس الشبشب ووراها نشتغل زين، ومثل ما جاي تشوفون ما شاء الله. يلا تعالى. الصابونة اللي مستحيل استغني عنها، شوفوا ضافيري، مستحيل استغني عن هاي الصابونة بنات. تردون بشرتكم حبوب، اذا بيها حبوب وتردون الحبوب تروح، وتردون البشرة مالتكم صافية وبيها لمعة. اهم شي يكون بيها لمعة وهي صافية، استعملوا هاي الصابونة يا بنات. والله العلي العظيم كنت استعمل صابون وغسول بس مستحيل جابلي نتيجة مثل هاي الصابونة. اباوع البشرتي اني يعني مرتاحة لان اشوفها صافية وبيها لمعة. العفو. هاي اهم شي. وشنو بنات تخيلوا قد سعرها؟ بس 6000 دينار. شنو يعني يا بلاش. اللي تريد هيك صابونة استخدم هاي.
ومتوفرة عندي بنات، مو لأن إنه متوفرة عندي، متوفرة همين بتطبيق نفس السعر، وعندي نفس السعر، بس اللي تحب تطلبها من يمي على هذا الرقم المثبت. فهسه شنو، اروح اغسل بشرتي واعوفها ببشرتي نص ساعة. بهاي النص ساعة اني اكمل الغرفة، ووراها من اكمل اروح اغسل بشرتي. يعني هاي النص ساعة اذا تعوفوها توخر اثار الحبوب اللي ببشرتكم. تخيلوا. هسه شنو بنات، نغسل بشرتنا ونعوفها تقريبا نص ساعة نفس ما قلت لكم اني. هسه نروح نكمل الغرفة والصابون ينحط بشرتنا. احنا اليوم اذا نريد نحكي بذمة وضمير، تمام. اني شفتوا الصابونة ايش قد مستعملة منها وايش قد يعني مبين مو استعمال واحد او 3. يلا طلعت وحكيت عنها. هاي الصابونة بنات تقريبا صار لها عندي فترة. بهاي الفترة اني قلت استعملها، يلا اشرح للبنات. من احلى العطور بنات هي التعبئة، تنطيني عطر كلش حلو. والعطور اللي هاي اللي تجي ما اعرف شو يسمونها، والله ما اعرفها، بس بنات عطر قصة يخبض فعلا قصة. وهذا العطر الثاني والله ما اعرف ما اخذته اني، صار اتوقع هذا 5. بس شنو بنات ريحته يعني عادية، بس هيك احسها نظافة ريحته هادئة كلش. تمام بنات. واذا تشوفون هذا تقولون هذا عطر، لا هذا للبيج، شو يسمونهن، اي هو للبيج. تمام بنوتات. ونمسح صينيتنا. يلا نرجع هسه كل شي مكانه. فحبايب من جيتوا اني حكيت لكم عن هاي الصابونة، قلت لكم تحبون تطلبوها من التطبيق او تحبون تطلبوها من عندي بنفس السعر، نفس السعر بالضبط بنات. وموجود اكو كم شغلة انا مستعملتهن، اذا تحبون ان شاء الله باذن الله اصور لكم. وخاصة معجون الاسنان اللي جبته اني حرفيا صلوات ما شاء الله بنات، بأكثر من استعمال. تخيلوا هو معجون مال أسنان، شنو بأكثر من استعمال حوراء، اشرحي لنا. باعوا بنات هذه المعجون تقشرون بيه شفايفكم. هذا المعجون تخلونه على حب الشباب اللي يطالع لكم، مثل هاي اللي تجي الحباية الكبيرة تخلونها، وثاني يوم او الليل تيبس. هذا المعجون تعرفون انتو برغوة الصابون تخلون منه ذرة كلش قليلة، وتفركوه بوجهكم وتخلوه مدة دقيقة او اقل الدقيقة وتغسلوه. هو هذا المعجون تعرفون بيه اكثر من طرق. يعني شنو اني اللي هسه جاي احكي لكم القليل للعلم، بيه هواية معلومات وبيه اكثر من استعمال. ويا حبايب إذا وصلتوا لهنا وما مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، وإن شاء الله تعجبكم
وفعلوا الجرس وخلوا لي لايك إذا هذا الفيديو حبيتوه. كمان بنات من حبكم من هذا الفيديو راح أعرف من وهسه خلال كملت الغرفة. اللايكات. تعالوا نغسل وجهي وراها نبخرها. وهسه كملت تغسيل واشوفكم وجهي يا بنات صلوات ما شاء الله. يعني تخيلوا انا عندي صورة قبل وبعد، فعلا حصلت نتيجة العفو خلال ايام كلش قليلة. يلا تعالوا خلينا نبخر الغرفة. يلا بنات خلينا نبخر الغرفة ونقول سور ببطن سور وبارق علي منشور، حالنا وحوالينا الزهرة ام الحسن تنشر علينا، من عيننا ومن عين خلق الله ومن عين كل ما يصلي على محمد وآل محمد. ونعيد ونقول سور ببطن سور وبارق علي منشور، حالنا وحوالينا والزهرة ام الحسن تنشر علينا، من عيننا ومن عين خلق الله ومن عين كل ما يصلي على محمد وآل محمد. وهسه أقول لكم إن شاء الله أعوفكم بحفظ الرحمن، أشوفكم بخير وسلامة، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني مع ألف سلامة. باي.